صباح السعادة، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهاردة هنعمل من بواقي الفراخ بقى أكلة جديدة خالص. دي فراخ مسلوقة. أنا كانت عندي، ودي بطاطس محمرة عملتها مكعبات، فلفل أخضر وأحمر وأصفر وزيتون، وطبعا جبن. يعني بصوا أكلة تحفة جدا، يعني هتحبوا بدل ما تحتاروا تعملوا بإيه. لو عندك بواقي صدر فرخة مسلوقة ممكن تعملي بيها الأكلة دي. وتجددي مثلا بدل ما ايه يعني ما تعرفيش تعملي بيها ايه واولادك يزهقوا من الاكل البايت وكده. لا، تعالوا نعمل، والاطفال هيحبوها جدا على فكرة، طعمها تحفة جدا. شايفين الصينية ما دهنتهاش ولا اي حاجة، هي البطاطس دي محمراها مكعبات ومحمراها. على فكرة ممكن تكتر الكمية لو عشان كمان اطفالك هيحبوها، فانتي كتري الكمية احسن يعني. بس نزلت عليها بفلفل الوان. هننزل بكل المكونات دي على بعض، والزيتون طبعا. بصوا انا حطيت توابل ملح وفلفل، ملح بسيط خالص عشان فيه زيتون. الزيتون برضو فيه ملح. وهحط بقى ملح وفلفل، توم باودر، بصل باودر، وبابريكا. بصوا بجد بجد يعني جربوها. الأكلة حلوة جدا ولذيذة. هنحطها بقى في الفرن عشان هي كل حاجة مستوية فيها، بس احنا هنسيح الجبنة وهتدي. هنحط البهارات طبعا فيها عشان كمان البهارات تتشبع من الأكلة دي. هنقلب كده عشان زي ما قلت لكم البهارات تتشبع من الأكلة. زودوا يا جماعة بطاطس محمرة. عاوزين بقى يعني هنحط فيها جبن. هنحط الأول البهارات ونقلبها عشان البهارات كمان تدخل مع المكونات كلها. عاوزة تزودي بقى أي حاجة عاوزة تزوديها في الوصفة دي زوديها. عاوزة تحطي بقى يعني مثلا أولادك مثلا ما بيحبوش أي أكلة، ممكن تحطيها في الأكلة وتخلطيها مع الفراخ دي. هيحبوها جدا، هيستمتعوا. عايزة تزودي برضه بطاطس محمرة. طبعا زي ما قلت لكم فلفل الوان. عايزة تحطي بقى آه، بسلة، فاصوليا، الخضار مشكل ده. ممكن تسلقيه نص سلقة أو تسلقيه سلقة كاملة، وبعد كده تحطيه مثلا طريقة الخضار دي. عامة اصلا اللي انت لو عملتيها كده بالطريقة دي، طبعا لو بتحبيها بقى بالسبايسي حطي لها بقى فلفل حراق. انا برضو حبيتها خالص لان عملتها سبايسي فحبيتها جدا. هنحط بقى اي نوع جبن. عاوزة تحطي جبنة رومي، جبنة شيدر. دي جبنة بقى صفرة شيدر، اللي هي المربعات دي. عاوزة تجيبي اي نوع جبنة. انا حطيت موتزاريلا، وحطيت اللي هو جبنة رومي. بشوريها بس، يعني لو عندك سليمة بشوريها، لو عندك مبشور حطي منها. حطي اي نوع جبن. الجبن كمان بتخلي طعمها يروح في حتة تانية خالص. وكل ده احنا هنحطها شوية من تحت في الفرن، وبعد عشان الجبنة تسيح، وبعد كده هنديها وش بسيط خالص. كمان شكل الجبن لما تسيح بجد والله يا جماعة جربوها. أكلة حلوة ولذيذة. واشتركوا بقى في قناتي وفرحوني وفعلوا زر الجرس عشان ان شاء الله تلاقوا كل جديد. اهي بعد ما حطيت بقى الجبن كلها هحطها في الفرن، وبعد كده هوريها لكم في الاخر. اهي بعد ما طلعت من الفرن. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشتركوا بقى في القناة وفرحوني. هوريكم بقى الجبنة ازاي سايحة اهي. يلا بقى اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ان شاء الله عشان تلاقوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.